المجال اللي اتفتح لاكتشاف لعيبه كويسه، اللي هيبقى عنده لجنه فنيه وعنده عين تختار لعيبه كويسه. اول حاجه هيعمل سيف ماني كويس قوي، يوفر فلوس كويسه ويختار مجموعه لعيبه وعناصر كويسه، وعندك مراحل سنيه تبني فيها، وعندك فريق اول تقدر تدعم فيه. اي فريق دلوقتي مش هيشتغل ويشتغل ببلان وتيم وورك هيتعب في السنوات اللي جايه. تمشي على طول الكره تاني، ده بنفس اوف سايد، خطيره جدا، خطيره، فرصه هدف اول، الوصل عظيم، فرصه هدف اول بدون تسلل. لا والله في قرار، شكلها كده في تسلل، لكن تحرك شانكلاي، شنكل الدفاع بشنكله جميله، والوصل يتقدم باول اهداف. وهنشوف الحكم هنا هدف النهارده. لما تيجي تقارن مجموعه من اللعيبه بالنسبه للنهارده، التمريره حلوه قوي، والاربعه المدافعين بتوع بنياس اتضربوا. شوف الكره في الاعاده، شوف الكره في خطا كارثي طبعا، خطا كارثي، خطا كارثي من اللاعب رقم 11 اللاعب سواريز. القصه عند سواريز، لكن التمريره حراريه، تمريره جميله جدا جدا جدا، والباصه حلوه من علي صالح اللعيب الكبير. اللعيب الكبير كبير يا جماعه، هم اللعيبه الحريفه. في الاخر في الكوره لازم تروح للعيب الحريف، في الاخر في الكوره لازم تروح للعيب اللي يصنع لك الفارق. في الاخر في الكوره التمريره خطيره جدا وعدم احترام كامل. لكن شوف تمريره علي صالح، 50% من الهدف، 50% من الهدف. يعني شانكلاي لو هياخد مكافاه هدف لازم يقسموا 50-50 مع علي صالح. علي صالح هو اللي خلاه راح للجول بسهوله ومرونه، وهنا جمهور نادي الوصل طبعا فرحان وسعيد. اول حاجه بمهاره ذات خيال وابداع جميل، هو اللاعب البلاس 11 اللي بقول لك عليه مع نادي الوصل، ودي حاجه مشرفه وحاجه جميله يكون معاك لعيب مواطن بقيمه وكواليتي ممتاز. في 36 دقيقه لعب هو ابرز اللعيب اللي لمسوا الكوره، سواء هو فواز عوانه طبعا على المستوى التكتيكي ومستوى التكنيكي في اداء نادي بنياس، لكن خطا طبعا في وسط الملعب يدفع ثمنه. تمركز دفاعي طبعا برضه في مشاكل، ما كانش في عمق ولا متابعه، وكان في نوع من السرحان والتوهان بالنسبه للاعب توماس شانكلاي. يتقدم الوصل بهدف اول ممتاز، 1-0 لصالح نادي الوصل. بعد 37 دقيقه تقدم الوصل، بعد 37 دقيقه تقدم الوصل. الوصل يبحث عن ذاكره عادت وبعدت عنها 15-16 سنه. اجيال شجعت هذا النادي ما شافتش بطولات كتير الحقيقه مع فريق نادي بنياس فواز عوانه. الشوط الاول كان مادي اداء كويس جدا، كان مادي بشكل مميز مع فريق نادي بنياس في الشوط الاول من هذا المساء. التحولات الهجوميه بالنسبه للفريقين في الشوط الثاني. تمشي على طول الكره تاني ملعوبه للجانب الايسر ناحيه اللاعب سياكا، يمشي سياكا يلعب الكره تاني على طول. فابيو ليما بدا يقع كرة تاني لصالح بنياس، يمشي على طول الكرة تاني سواريز يضغط عليه سياكا، سواريز يلعب الكرة، سواريز ملعوبة في اليسار ناحية خميس صالح يقطع تاني سياكا، يمشي سياكا اماميه لصالح الفريق الوصلاوي. حزاني مساحات الوصل، بص يا ليما لعيبه يا ولد على اللعيبه الكبيره، خطيره جدا، خطيره شانكلاي والتاني. الله، الوصل في ليله جوتيريز يسجل. لكن شوف التمريره بتاعت اللاعب فابيو ليما يا جماعه، المهاره. الوصل برازيل. شوف فابيو ليما، الباصه بتاعت فابيو ليما بالقدم اليسرى، لعيبه الكوره بقى اللي فيه شرط زياده. فيليبي جوتيريز يسجل في احلى توقيت يتمناه الوصلاويه. بص شوف الكره بتاعت فابيو ليما، برضه غلطه، ما حدش يلعب بالعرض يا جماعه، محدش يلعب بالعرض يا خميس. غلطه من خميس وغلطه من سواريز، ونادي الوصل النهارده بيقتنص اي فرصه غلطات. درس عظيم جدا النهارده في المباراه بالنسبه للعيبه اللي بتلعب في التمركز غلط. خميس صالح استلامه غلط وقراره غلط، وبالتالي نادي بنياس او نادي